لازانيا احتفالا باننا قربنا نوصل 100,000. Abbiamo cioccoloswam الرازيتا لازانينو. قطعت البصل جنب النار، ودي كان معلومه قالها لي المتابعين في الكومنتس عشان ما اعيطش، لكن دي مش ترجمه الجمله. بس تعالوا اترجم لكم الوصف. قطعت بصل وجزر وتوم وشوحتهم في زيت زيتون، وحطيت عليهم نص كيلو لحمه مفرومه. واختاروا جزار حلو وانتوا بتشتروا اللحمه عشان انا مش مسامح. نزلت بمعلقتين معجون طماطم مع كوبايه ونص عصير طماطم، ودي كانت اول مره اكتشف ان في فرق بين معجون الطماطم وعصير الطماطم. تبلتهم بملح وفلفل اسمر وورق لورا عشان لو في زفاره تتشال، واستوت معايا بعد تقريبا تلت ساعه على النار. من اللحمه المفرومه نروح للبشاميل، وننزل بالزبده اللي هتكون قد كميه الدقيق بالظبط. وهنا حابب اشكر كل واحد تابعني بجد، وعاوز اقول لكم ان الفتره الجايه هتكون احسن بكتير باذن الله عقبال ما نبقى مليون. هننزل باللبن ونفضل نقلب فيه لحد ما يبقى بالقوام ده، ونبدا نرش بقى عليه الفلفل الاسمر والملح. مش مشكله بقى، انا مش هعيد الجمله الصراحه عشان عاوز الحق انزل الفيديو، فعدوها وتعالوا نشوف الطبقات مع بعض. نسيت اقول لكم تفصيله مهمه جدا، لازم نسلق المكرونه دي لمده 5 دقايق بس قبل ما نحطها في الصينيه. مع كل طبقه هنحط بشاميل ولحمه مفرومه لحد ما نوصل لاخر طبقه، ومش هنحط نفس الكلام ده، هنكرر نفسنا يعني اكيد لا. فحطيت بشاميل ولحمه مفرومه بس معاهم جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا على الوش، ودي كانت شكل الصينيه في الاخر. غلفتها من فوق بورق فويل ودخلتها الفرن على 180 ولمده نص ساعه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شوفوا بقى الحلاوه. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا دخلت المطبخ مره بالصدفه، ايه اللي جابني هنا؟